السلام عليكم يا شباب. في الفيديو ده هنتكلم عن ال variables، نعرف قد ايه ال variables بتقلل علينا وقت ومجهود كبير جدا في تعديلات الالوان او ايا كان ال properties اللي بتدعمها ال variables، وهنعرف مع بعض واحده واحده كده ازاي نعمل ال local variables في ال projects اللي احنا بنشتغل عليها. فيلا بينا على طول كده نبتدي مع بعض. عندنا الديزاين اللي قدامنا ده دلوقتي هنلاقي ان في ال primary color بتاعنا اللي هو الازرق، وده تعالوا نعتبره ان هو هيبقى البراند color مثلا، وهيبقى موجود برضو الكالرز اللي هي النيوترال في البلاك او الوايت. فاول حاجه هنعملها مع بعض ان احنا هنطلع الشيدز بتاعه البلو والشيدز من النيوترال كالر. ممكن نستخدم بلجن اسمه color shades kit. لو جينا دوسنا عليه بالشكل ده هيجي لنا الويندو اللي قدامنا دي، هنختار البرايمري كولر بتاعنا ونكوبي الهكس كود بتاعه ونحطه هنا في الجزء ده، وممكن نسميه دي كده تبقى البرايمري، بحيث ان هو يطلع لي الشيدز من البرايمري كولر، بيعملهم لي هو في فريم كده. والميزه بتاعت البلجن ده ان هو بيطلع لي الكولرز از ستايلز برضو، يعني هنلاقي لو احنا عملنا دي سيلكت كده هنلاقي ان في كولر ستايلز اتحطت، واحد باسم برايمري اهو، وفي الشيدز بتاعتي اللي انا محتاجها. طبعا انا الخمسينات دي انا مش هحتاجها فانا همسحهم، وال500 هخليها تحت ال 400، يعني بين 400 و 600 كده عشان تبقى بس بالترتيب. طبعا انا كده خلصت الشيدز بتاعت البرايمري كولر بسهوله وبدون ما اضيع اي وقت. هستخدم برضو نفس البلجن في ان انا اطلع نيوترال شيدز، وليكن هنخليه هنا الابيض ونسميها نيوترال، ندوس كرييت، هو كده هيكون طلع لنا الشيدز النيوترال. لو عملت دي سيلكت ورحت للكالر ستايلز هنا هلاقي النيوترال طلع اهو. برضه هشيل الخمسينات دي واخلي هنا. هو طبعا انا عشان دخلت اللون الابيض وجبت شيدز من الابيض هو خلى ال 500 هي الابيض. طبعا انا مش عايز كده، انا عايز البدايه بتاعتي الابيض، يعني اخلي ال 100 هو الابيض، وابتدي بقى اسمي الشويه اللي في الاول دول لحد ما اوصل بس لل 500، وبعد كده يبقى احنا كده خلصنا. انا كده التسميات عندي كده مظبوطه، التدريج مظبوط كده، كله تمام، كلام جميل قوي. انا كده طلعت الشيدز بتاع البرايمري كولر بتاعي او البراند كولر بتاعي والنيوترال كولرز، وده اللي احنا هنحتاجه في الفيديو بتاعنا النهارده. طبعا انا لو شغال على بروجكت انا هحط الوان اكتر من كده بكتير، ولكن بس عشان ما نطولش دي الالوان اللي احنا هنستخدمها في الشرح بتاعنا يعني النهارده. طيب انا دلوقتي الالوان موجوده عندي في ستايلز، والستايلز هي الحاجات اللي احنا كنا بنعتمد عليها الاول. يعني كنا دايما لما بنيجي نعمل الوان كنا بنعملها كستايلز لما بنستخدمها في كذا حاجه، يعني عشان لو جينا نعدلها. ولكن بعد الفاريبلز الموضوع اختلف وبقى اسهل، وهقول لكم دلوقتي ايه الفرق بين الفاريبلز والستايلز. كلام جميل. ايه هي بقى اللوكال فاريبلز؟ لو جينا هنا عند اللوكال فاريبلز طبعا كل حاجه لازم تبقى دي سيلكتد. هدوس على الايكون اللي جنبها هنا، وبعد كده هيبقى عندي باي ديفولت كده في كوليكشن 1 دي. انا الفاريبلز هعملها على 2 لايرز او مستويين. اول مستوى خالص هحط فيه كل الالوان اللي انا محتاجها في البروجكت بتاعي، اي لون موجود عندي في الكولر باليت بتاعي او الشيدز اللي انا مخرجها كلها بتاعت البروجكت بتاعتي تبقى هي اللي موجوده في اول لاير اللي هو احنا بنسميه البريميتيفز. اجي عند كوليكشن 1 دي وهسميها بريميتيفز. البريميتيفز هي البيز، هي الحاجه الاساسيه اللي انا بعد كده هقعد افرعها وهطلع منها الوان لكل element او طبيعه elements معينه، وهنشوف مع بعض ازاي. فانا باجي عند البريميتيفز دي بحط بقى كل الشيدز اللي انا مطلعها دي كده من الباليت دي. فمثلا باجي عند create variable هنا وبدوس color مثلا، وببتدي مثلا لو هبتدي بالبرايمري بعمل مثلا برايمري 100، وبعد كده احط الهكس كود هنا، وبعد كده ال 200، وبعد كده 300 400 500 لحد الاخر خالص. وبعد كده خلصت البرايمري، بعد كده بخش على النيوترالز واحط برده من اول الابيض لحد اخر اغمق حاجه عندي، وهكذا. فانا طبعا عشان اوفر عليا وعليكم كل الكلام ده انا ممكن امسح ده، وممكن امسح اصلا الكوليكشن خالص. وعندي بلجن ظريف جدا كده، بما ان انا عامل الالوان بتاعتي او الشيدز بتاعتي ستايل بالبلجن اللي احنا استخدمناها في الاول. ممكن بقى حاجه جميله جدا اسمها ستايلز تو فاريبلز. لو عملت سيلكشن للبلجن ده هو اوريدي هيجيب لي كل الستايلز اللي انا عاملها بالالوان بالاكواد بالاسماء بكل حاجه زي ما احنا سميناها كده في الاول. عشان كده احنا سميناها برايمري في الاول، وبعد كده النيوترال، وبعد كده بيقول لي انتر الكوليكشن نيم اللي هو البريميتيفز يعني اللي احنا سميناه مع بعض في الفاريبلز. وبعد كده هدوس على convert styles into variables. اول ما هدوس عليها هيجي لي confirmation من التوستر ده اللي هو خلاص 18 color variable added. فبعد كده هقفل ده، هفتح بقى اللوكال variables بتاعتي وهبتدي اشوف الالوان بتاعتي موجوده بالشيدز كلها، وموجوده في كوليكشن اسمه primitives زي ما انا عايز، وبرده مقسمها لي
based على طبيعة اللون. الprimary color بتاعي موجود بالshades بتاعته في menu لوحدها والneutral وهكذا. طبعًا لو دوست على all variables بيبقى موجود كل الألوان أو كل الgroups اللي موجودة جوه الcollection بتاعي. طيب أنا كده خلصت أول base عندي خالص من الألوان اللي هي الprimitives اللي إحنا هنطلع منها الألوان بتاعة الelements بتاعة الUI بتاعتنا. الelements بتاعة الUI بقى نفسها دي هتبقى في collection جديد اسمه tokens. فإحنا هنيجي عند الoptions هنا وهنقول create collection الجديدة دي هنسميها tokens. بعد كده هنبتدي بقى نضيف الألوان بتاعتنا للelements اللي إحنا محتاجينها. مثلًا أول حاجة الsurface ده اللي هو هيبقى الbackgrounds بتاعة الحاجات اللي إحنا محتاجينها عمومًا في الUI سواء cards بقى أو الbackground بتاعة الصفحات أو الكلام ده كله. هاجي مثلًا عند أنا بالنسبة لي هنا مثلًا لو جيت هنا هالاقي إن في background أساسية عندي بتاعة الframe نفسه، الbackground بتاعة الpage نفسها، وفي background للجزء ده أو الsection ده بالprimary color بتاعي، وفي background للsection ده برضه بshade من الprimary color بتاعي. هاجي عند الlocal variables هادوس عليها وبعد كده آجي عند create variable دي وبعد كده أدوس على color. طبعًا أنا خلّوا بالنا إحنا موجودين في tokens دلوقتي، يعني مش في الprimitives إحنا خلّصناها، حطينا كل الألوان اللي إحنا محتاجينها. tokens هي بقى اللي هابتدي أخصّص كل لون زي ما أنا عايز. آجي عند create variable وأدوس، وبعد كده أدوس على color. هابتدي أحط بقى أول حاجة خالص عندي، هنبتدي الأول بالbackground نسميها surface وليكن primary، وبعد كده هاقول إن دي هتبقى ال100 في الneutral مثلًا، وده اللون الأبيض بتاعي. دي كده الbackground بتاعة الpage بتاعتي. الbackground التانية تعالوا نسميها مثلًا وليكن surface secondary مثلًا، وبعد كده هادوس على الvalue والlibraries وآجي عند الprimary color بتاعي اللي هو ال500 وأدوس عليها. ده كده هيبقى surface secondary. آجي بقى عند الbackground التالتة بتاعة الجزء ده أو الcard ده، أكتب surface tertiary مثلًا وأديها shade زي ما أنا عايز، اللي هو افتح لون خالص في الشيد بتاع البلو بتاعي. انا كده خلصت الباك جراوندز بتوعي. ممكن بقى اسلكت كل الباك جراوندز كده وادوس كليك يمين واقول نيو جروب وذ سيلكشن. انا الكوليكشن ممكن اقسمه لجروبس زي ما انا عايز. فدي مثلا الباك جراوندز او السيرفيسز، ادوس على نيو جروب واكتب مثلا هنا باك جراوند. لو جيت على اول فاريبلز هلاقيها تحت باك جراوند، ولو سيلكتد باك جراوند هلاقيهم موجودين جوه المنيو بتاعته. اجي عند all variables واقول create variable تاني، ادوس color. ابتدي بقى في الزراير وليكن اول primary button default عشان دي الديفولت ستيت بتاعت البرايمري بutton. طبعا احنا في اي بروجكت بقى شغالين عليه هنحط بقى البرايمري button في الديفولت ستيت وفي الهوفر ستيت، وكذلك بقى السكندري button والترشري على حسب بقى ما احنا هنوزع الالوان ازاي. فانا في الحاله دي انا هعمل بس البرايمري button في الديفولت ستيت وادوس على الفاليو، اجيب لايبريز واخليها البرايمري كلر اللي هو ال500 وده البراند كلر بتاعي. وهنلاحظ ان هو كده بقى مشترك مع حاجه دلوقتي سيرفيس سكندري اللي هو الكارد ده والزرار الاثنين بنفس اللون. بس هنشوف دلوقتي ازاي هيفيدنا بقى القصه دي في عكس ما لو كنا عملناها بالستايل. كلام جميل. اجي بقى عند زرار برضو اقول نيو جروب والسلكشن بحيث ان الزراير برضو بتبقى موجوده في جروب لوحدها نسميها buttons. واجي عند all variables تاني وادوس create variable ونبتدي بقى نعمل في التكست. مثلا هبتدي في text تايتل مثلا واديله اغمق لون عندي اللي هو ال 900، واجي مثلا عند التكست بودي واديله وليكن 700. يبقى انا كده عملت التوكنز بتاعتي للتكست والبوتنز وال باك جراوند كلر او السيرفيسز. ممكن بقى التكست برضه احطه في جروب لوحده واسميه تكست. طبعا الكلام ده لما البروجكت بتاعنا هيبقى كبير بقى واحنا شغالين على ابلكيشن مثلا او بروجكت كبير يعني او يعني بروجكت فيه كذا برودكت مثلا. طبعا الجروبس دي هتزيد عندي جامد والفاريبلز اللي جواها هتزيد عندي جامد، فلازم ابتدي انظم واحده واحده كده بالراحه عشان لما الدنيا هتكبر كده هتهش من الحاجه، يعني الحاجه تفضل منظمه وسهل الوصول ليها. يعني انا كده خلصت الفاريبلز، خلصت البريميتيفز وخلصت التوكنز. انا كده جاهز ان انا احط بقى الحاجات دي جوه الاليمنتس اللي انا محتاجها. نقفل بقى الفاريبلز بتاعتنا ونبتدي نشتغل على الاليمنتس الموجوده في اليو اي بتاعي. اول حاجه الزراير، هاجي عند الزراير هسلكت الزرار بتاع learn more واللوجن، هم واخدين طبعا برايمري كلر بتاعي بالهكس كود. ادوس انا بقى على اللايبريز دي، نيجي عند التوكنز. توكنز مكتوبه اهي، في باك جراوند وفي باتنز وفي تكست. انا هاجي عند الباتن وهسلكت التوكن بتاعتي اللي اسمها باتن. زي ما احنا شايفين هي اتعمل لها اد دلوقتي للليرن مور اهو،
ومعمول لها اد لللوجن بutton. اجي التكست برايمري انا ممكن اعمل حاجه حلوه قوي، ممكن ادوس على الفريم كله واشوف ال2F بما ان هم كلهم واخدين نفس الكلر، يعني اللي هو 2F ده، وادوس على ستايل وانزل على التكست واقول تكست تايتل. لو دوست هو غمق سنه اهو، ما اعرفش هيبان في الفيديو ولا لا، ولكن هو كل التكست اللي انا يعتبر بالنسبه لي تايتل خلاص خد اهو التوكن بتاع التكست تايتل زي ما احنا شايفين قدامنا دلوقتي، كلهم خدوا التكست تايتل حتى اللوجو كمان. البودي تكست نفس الكلام، ممكن حتى سيلكت بقى البودي تكست عندي، هو مش كتير قوي يعني، وابتدي ان انا اديله برضو من هنا كده اختار التوكن بتاعت البودي تكست اللي هي دي اللي هي تكست بودي. نخلي بالنا ان دايما ناخد الالوان من الحته اللي فيها التوكنز، الكوليكشن بتاع التوكنز، ما نقربش خالص للبريميتيفز. تمام، انا كده اديته البودي كولر، فانا كده خلاص انا ظبطت الدنيا على التكست والبوتنز. فاضل الباك جراوند. اجي عند الباك جراوند دلوقتي ادوس على الفريم بتاعي كده، واجي عند الزرار هنا بتاع اللايبريز واختار من الباك جراوند اقول سيرفيس برايمري، ده البرايمري باك جراوند كولر، واتسلكت الاثنين بقى اللي انا عملتهم كباك جراوند بالبرايمري كولر بتاعي، وانزل عند التوكنز باك جراوند اقول ان هي هتبقى السيرفيس سكندري اللي انا عملته للباك جراوند برضو. والتالت بتاعنا اللي هو التيرشري، اجي عند الفيل وبرضو هنزل عند باك جراوند، ولو دوست على سيرفيس تيرشري الاقي ان اللون بتاعي راح للتيرشري كولر اللي انا حددته في التوكنز وقت ما احنا عملناه. قابلتنا بقى مشكله دلوقتي ان التيرشري كولر ده يعني غامق شويه، وانا عايز افتح حاجه ممكنه في الشيد بتاع البلو بتاعي، فده ممكن عادي اغيره من البريميتيفز، مفيش مشكله خالص، بما ان انا محتاج ان ال 100 او اول شيد في البلو بتاعي يبقى افتح من كده يعني. فانا ممكن اعمله مانيولي كده بالراحه، اختار لون زي ما انا عايز. ده كده بالنسبه لي تمام قوي، ونبقى احنا كده ظبطنا اللون بتاعنا، مفيش اي مشكله خالص. كلام جميل. ايه بقى برضو الفرق بين اللي انا عملته ده وبين ما احنا بنعمل ستايل؟ تعالوا كده ناخد الفريم بتاعنا نحطه تحت هنا، والفريم ده تعالوا نعمله بالستايلز. اول حاجه تعالوا نشيل خالص التوكنز اللي احنا ربطناها دي، نعمل لهم دي اتاتش كلهم كده، ونبتدي بقى ندخل الستايلز بدل اللي احنا عملناه دلوقتي. هاجي عند البرايمري كولر بتاعي واخليه ستايل 500، واجي عند التكست اخليه ستايل الاخير خالص هنا، وهاجي عند اللون الابيض واخليه الستايل الاولاني خالص اللي هو 100 في النيوترال. انا كده عامل الديزاين ده بالستايلز وعامل الديزاين ده بالتوكنز. تمام، تعالوا بقى نكرر كل واحد فيهم كده شويه. انا كده عندي اللي فوق ده بالتوكنز، تعالوا بس ندي مسافه بينهم كده، والديزاين اللي تحت ده بالستايلز. تمام، انا عايز اغير البوتنز بس بتاعتي، الديزاينز اللي فوق دي البوتنز بس، يعني انا عندي مثلا الكارد ده والكارد ده والبوتنز كلهم باللون الازرق، ولكن انا عايز اغير البوتنز بس واسيب بالكاردز دي بنفس الشيد بتاع الازرق بتاعي اللي هو البراند كولر بتاعي. لو انا جيت في الحته بتاعت التوكنز الموضوع هيبقى بمنتهى البساطه، هدوس على اللوكال فاريبلز، اروح على التوكنز بتاعتي، اشوف انا حاطط الزراير فين، وهلاقي ان عندي برايمري بوتن ديفولت. هاجي عند برايمري بوتن ديفولت ده وهديله اي شيد زي ما انا عايز، هلاقي ان اللون بتاعي اتغير في الثلاثه ديزاينز، واللون بتاع الكاردز فضل زي ما هو بدون ادنى مشكله. لو جيت عملت نفس الحركه في الستايلز بقى، هاجي افتح الستايلز بتاعتي مثلا من البرايمري هنا، وهلاقي ان اللون بتاع الزرار بال500. انا عايز اغير ال500 دي بقى، هعمل ايه؟ يعني ما قداميش حل بقى غير ان انا اجي اغير اللون بتاعي، وهلاقي ساعتها ايه؟ ان الكارد بتاعي عمال يتغير في نفس الوقت. فانا ما ينفعش اجزأ الستايل لكذا جزء، ده حل. الحل التاني انا ممكن اسلكت الاجزاء اللي هي الزراير كلها، وطبعا بالابديت الجديد بتاع فيجما ممكن اعمل اللي هو سيلكت ماتشنج لايرز، ويبتدي يعمل سيلكت لكل الزراير اللي عندي، وساعتها ممكن اغير في الستايل بتاعي. طبعا انا هعمل دي سيلكت لدول على اعتبار طبعا ان احنا عمرنا ما هيبقى عندنا تو ديزاينز زي الحاله اللي انا عاملها دلوقتي دي، وساعتها ممكن اغير اللايبرري بتاعتي ليه لون مختلف زي ما انا عملت في التوكنز. فكده ممكن نعتبر برضه ان مفيش فرق بينها وبين التوكنز. ده كلام جميل يعني منطقي بصراحه. هو الكلام ده ما كانش ينفع طبعا قبل الابديت، ولكن لو احنا بقى حطينا نفس تعالوا نرجع كده زي ما كنا خالص، زي ما قلنا الثلاثه اللي فوق دول بالتوكنز والثلاثه اللي تحت دول بالستايلز. تعالوا ناخد بقى الديزاينز دي ونحطهم في بيج تانية. تمام، وتعالوا نعمل نفس الحركه. انا عايز اغير لون الزرار، اروح عند اللوكال فاريبلز توكنز بوتنز، اغير لون الزرار زي ما انا عايز. انا كده غيرت لون الزرار. تمام، لو جيت في بيج 2 هلاقي لون الزرار اتغير. تخيل بقى انت عندك
كذا برودكت مثلا انت شغال عليه، وكل برودكت في بيج، او كذا ديزاين وكل ديزاين في بيج، وليكن مثلا موبايل في بيج، ديسكتوب في بيج، ايا كان. فلو احنا اعتمدنا على طريقه بتاعه الستايلز بان احنا بنعمل اوتو سيلكت للماتشنج لايرز ونغير في الستايل نفسه، برضو الطريقه دي مش تنفع في حاله ان احنا حاطين ديزاينز كتير في بيجز مختلفه. لان انا لو جيت عملت كده في قصه الستايلز دي، هاجي اختار الزرارين واجي ادوس سيلكت ماتشنج لايرز وهغير مثلا اخليه اللون ده، ارجع هنا الاقي ان هو ما اتغيرش. دي طبعا الاستفاده اللي احنا بنستفيدها من ان احنا بنعمل الكالرز بتاعتنا في الفاريبلز. يعني انا برضه حبيت اوضح لكم ان حتى بعد الابديت الجديد ماشي تمام، احنا ممكن نعمل سيلكت كل حاجه ونختار ستايل مختلف، ولكن حتى لو الديزاينز بتاعتنا منتشره في كذا بيج، للاسف الطريقه دي مش تنفع. فالاحسن والافضل وحتى تنظيميا افضل ان احنا نعمل الكالرز بتاعتنا في فاريبلز مش ستايلز. فاهم؟ جميل. يلا نرجع اللون بتاعنا زي ما كان لل 500. تعالوا بقى نمسح بقى الحاجات دي. احنا كده عرفنا خلاص الفرق بين الستايلز والفاريبلز. نمسح الستايلز بتاعتنا، مش هنحتاجها كده تاني، ونبتدي بقى نشتغل على الفاريبلز تاني. طبعا التوكنز اللي انا عملتها دي بيزد على اللايت مود. الفيتشر اللي انا هشرحه ده هيبقى في البيد فيرجنز بتاعت فيجما. انا ممكن اعمل في الكولومز اللي قدامي دي، ممكن اعمل الالوان اللي انا عملتها بيزد على اللايت مود دي ممكن اسميها ان هي اللايت، وممكن اعمل الوان الدارك مود كمان واحول ما بينهم بمنتهى السهوله. فلو انا خليت مثلا الكولوم ده اسمه دارك وابتدي احول الالوان بتاعتي، السيرفيس برايمري اللي هو الباك جراوند البرايمري في الدارك مود بتبقى طبعا الغامقه، خليها اغمق حاجه خالص. السيرفيس سكندري هسيبه زي ما هو، والترشري نفس الكلام. هاجي عند التكست بس هو اللي هيتغير، برضو اخليه الاغمق حاجه ده اخليه الابيض، والتكست بودي ممكن اخليه وليكن مثلا 400. انا كده خلصت اللايت والدارك. لو جيت عند الفريم بتاعي ودوست عليه كده، هلاقي ان في اللاير ظهرت علامه للفاريبل مكتوب تشينج فاريبل مود. لو دوست عليها هلاقي في توكنز معموله على اوتو. لو انا عملت لايت ودارك، لو دوست على لايت هيفضل لايت، ولو دوست على دارك هيبتدي اللون بتاعي يبقى في الدارك مود. ولكن انا لاحظت هنا ان الكالر بتاع التكست بتاعي اتغير برضو في الكاردز، وانا في نفس الوقت مش عايز اغير لون الكاردز في الدارك مود. فاللي انا ممكن اعمله ايه؟ ممكن اروح اللوكال فاريبلز بتاعتي واقول هنا عند التكست اضيف كالرز جديده، واقول مثلا تكست كارد تايتل، واعمل كالر جديد واسميه تكست كارد بودي، وممكن الكارد تايتل دوت، واخليهم بقى الاتنين اغمق لون في الدارك وفي اللايت. والبودي برضو نفس الكلام، هديله اللي هو 700 في الاتنين بما ان انا مش هغير الباك جراوند كولر. واروح عند الاتنين هنا وهديهم الفيل بتاعتهم من التكست الكارد تايتل. وزي ما احنا شايفين طبعا هم لونهم اتغير برضو علشان احنا بقينا في الدارك مود، فخلى التكست تايتل يعني زي ما احنا شايفين كده هو بالابيض. لو جيت رجعت خليت الدارك مود ده لايت مود وجيت فتحت الفيل بتاعي، هلاقي ان التكست تايتل بقى اغمق حاجه، اللون اللي هو الجراي الغامق. ارجع الفريم بتاعي زي ما كان للدارك، واجي عند التايتلز بتوعي جوه الكاردز واقول ان هم هيبقوا تكست كارد تايتل، وبرضه هاخد البرسنتج كمان معاهم. والبودي اللي جوه الكارد هقول تكست كارد بودي وادوس عليها. فانا كده مهما هغير التكست العادي بتاعي هو اللي هيتغير، ولكن التكست اللي جوه الكاردز هيفضل زي ما هو، بما ان انا مش عايز اغير لونه سواء في اللايت او في الدارك مود. طبعا انا لو رجعت الفريم بتاعي وجيت مثلا حطيته جوه فريم تاني ووسعت كده المسافات، دوست كنترول والت ووسعت كده المسافه وخليته مثلا وليكن ابيض هنا، وجيت خليت وليكن الفريم ده هنخليه ان هو اللايت، وهعمل فريم تاني نفس الكلام بس هخليه اللي هو الدارك. وخليت الفريمز بتاعتي عملت لها سيلكت الفريمز اللي انا عامل لها التوكنز بتاعتنا والفاريبلز، هدوس عليها واخليهم اوتو. الاقي ان الفريم اللي انا عملته اصلا لايت، الفريم اللي جواه اتعمل لايت بما ان هي اوتو معموله اوتو، وده انا عامله دارك، فبالتالي الفريم اللي جواه اتعمل دارك. يعني عشان نوضح اكتر، لو انا جيت شلت ده كده وسحبت الفريم بتاعي اللي في الفريم الكبير اللي هو اللايت وليكن نسميه لايت وده هنسميه دارك، وجيت اسحب الفريم بتاعي من الفريم ده للفريم ده، هلاقيه ان هو بيخش في الفريم الدارك على ان هو دارك، والفريم اللايت على ان هو لايت، لان انا عامل الفاريبل مود بتاعه لاوتو. بالتالي اي فريم هيخش عليه سواء دارك او لايت هو هيبتدي يتحول تلقائي لدارك او لايت. وابقى انا كده خلصت كل حاجه ليها علاقه بالكالرز في الفاريبلز. زي ما احنا شايفين يا جماعه، احنا اتحكمنا في كل حاجه بمنتهى السهوله وبمنتهى البساطه. ممكن نطلع لكل اليو اي بتاعنا توكنز مختلفه، ونقدر نجزأ ونكستمايز كل الاليمنتس اللي احنا بنحتاجها ونديها الوان مختلفه، بحيث يبقى سهل بعد كده ان احنا لما نيجي نغير في اي لون نغير ببساطه، ومش شرط ان احنا نقعد نغير في الوان البروجكت كله علشان نغير الوان اليمنتس معينه. طبعا اللوكال فاريبلز هي مش مقتصره فقط على الالوان. طبعا يعني
مش هنخش في البوليان دلوقتي، ولكن انا ممكن اقول لكم سريعا كده ايه هي النمبر وايه هي السترنج. هي النمبر لو احنا محتاجين ان احنا نحط السبيسنج سيستم بتاعنا ك variables، احنا ممكن نعمل كده. يعني ممكن اجي عند البريميتيفز بتاعتي هنا وادوس على نمبر دي، واقول مثلا لو انا شغال ب 4 بوينت جريد سيستم، اقول مثلا اول رقم خالص هيكون 4، وبعد كده بقى امشي بالمضاعفات. يعني اقول مثلا 2، هعرف ان 2 في 4 بيساوي 8، وافضل بقى ماشي لحد ما اوصل لكل السبيسنج اللي انا هبقى محتاجه في البروجكت بتاعي. 3 هتبقى ب 12 وهكذا. وزي ما احنا شايفين انا كده عملت خلاص كل السبيسنج اللي انا ممكن اكون محتاجه في البروجكت بتاعي. وطبعا ممكن اضيف او اقلل براحتي على مدار البروجكت طول ما انا شغال، مفيش مشكلة خالص. وبرضه هعمل توكنز وهسميها بالاسماء المختلفة اللي انا محتاجها. وليكن مثلا ابتدي بسبيسنج سمول مثلا، وابتدي احط من البريميتيفز السبيسنج اللي انا عايزه. وليكن مثلا هيبقى السمول دي هتبقى 1 اللي هي ال4 بكسل، وابتدي بقى اضيف برضو اللي انا عايزه بدون ادنى مشكله خالص. وببتدي برضو احط نفس الكلام في الدارك مود، هنا هتبقى 1 3 6 8، وهنا ال12. طبعا دول انا بضربهم في 4 عشان يجي لي السبيسنج نفسه بالبكسل. يعني 1 تبقى 4، 3 تبقى 12، 6 تبقى 24، 32، 48 وهكذا. فلو جيت عند الزرار بتاعي مثلا عملت له سيلكت كده، هلاقي ان البادنج هنا 24. ممكن انا اخلي السبيسنج ده بالفاريبلز بقى. لو جيت عند التوكنز بتاعتي هلاقي ان السبيسنج لارج اللي هو ال 24 بتبقى مكتوبه كمان جنبه اهي. انا كده خليت السبيسنج بتاعي من التوكنز. لو جيت فتحت اللوكال فاريبلز وجيت في اي وقت عايز اغير بقى السبيسنج ده من التوكنز، على طول باجي عند السبيسنج اللي هو اللارج. لو عايز بقى اخليه مثلا اكتر من كده الاقيه سمع على طول. طبعا ده الدارك مود، فلو دوست على 7 هلاقي ان الزرار بتاعي وسع من هنا، ولو رجعته زي ما كان هيرجع زي ما كان وهكذا. وبرده دي طريقه من الطرق اللي اقدر اعمل بيها كاستمايزيشن برده للسبيسنج. ونفس الكلام برده ممكن اعمله للراديوس. لو انا محتاج مثلا الراديوس هنا اللي هو ال 24، لو جيت عند ال 24 دي ممكن اخلي من التوكنز اللي موجوده اخليها السبيسنج لارج. لو دوست عليها كده تبقى ال 24. وبرده لو جيت عند اللوكال فاريبلز وعند اللارج وخليتها وليكن مثلا 8، هلاقي ان الراديوس في الكارد زاد، وفي نفس الوقت البادنج اللي جوه الزرار برده زاد. الحركه دي مش هينفع ان احنا نعملها طبعا. احنا محتاجين بقى ان احنا نعمل ارقام سبيسنج للسبيسنج فقط، وبعد كده نعمل ارقام تانية للراديوس. لو احنا عايزين نعمل ارقام للراديوس نعمل ارقام مختلفة للراديوس، ونبتدي نربطها بالراديوس بس، تبقى هي مخصصة للراديوس بس، علشان ما نربطش نفس ارقام السبيسنج بالراديوس ونلاقي ان يحصل كونفليكت لو جينا غيرنا زي ما حصل دلوقتي كده اي واحد فيهم، نلاقي الاتنين سمعوا كسبيسنج وراديوس في نفس الوقت. اخر حاجة بقى خالص هنيجي للترانزليشن او السترينج اللي احنا هنستخدمها في ان احنا نترجم الكارد. طبعا زي ما احنا شفنا الديزاين ده، تعالوا نغمق الفريم بس شويه كده. طبعا لو انتوا فاكرين الديزاين ده الديزاين اللي احنا عملناه اول فيديو خالص. اتكلمنا ساعتها ان احنا ازاي نخلي كارد واحد بلغتين مختلفين باستخدام البوليان بروبرتي. وهنا برضو هنعمل طريقه تانية ازاي نخلي الكارد ده يكون كارد واحد ونقدر نحول ما بين عربي وانجليزي باستخدام اللوكال فاريبلز. صح، اللوكال فاريبلز. وهنيجي عند الكوليكشن بتاعنا، ممكن بقى نضيف كوليكشن جديد ونسميه وليكن language. وهبتدي احط بقى string المره دي مش color ولا number. هضيف اول string عندي وهسميها وليكن title. والكولومز بتاعتي هضيف كولوم جديد باللغه الثانيه. هخلي عندي اول كولوم هنا هيبقى مثلا الانجليش، والتاني دوت هيبقى العربي. وهبتدي بقى اضيف الكونتنت بتاعي. اول حاجه خالص عندي التايتل هنا هخلي في الانجليش يبقى اسمه generic shoes، واعمل له دوبليكيت. وبعد كده اخلي تاني واحده دي اللي هي الديسكريبشن وهضيف فيها الديسكريبشن. وتالت حاجه اللي هي البرايس وهضيف فيها البرايس بتاعي. رابع تكست عندي اللي هو الريتنج، هضيف فيه الرقم بتاع الريتنج بتاعي. واخر حاجه عندي اللي هي البutton تكست وهخليها الكونتنت بتاعها. اجي بقى عند العربي هضيف نفس الحاجات. اجي عند التايتل اضيف التايتل، وهنا هضيف البرايس، وهنا هضيف التقييم، هنا هضيف التكست بتاع الزرار. يبقى انا كده عندي الكارد بتاعي هيبقى متقسم للانجليش والعربي، وده المحتوى بتاع كل حاجه فيهم. هقفل عندي اللوكال فاريبلز. ممكن امسح بقى العربي كده خلاص مفيش مشكله، انا بس كنت محتاجه علشان اخد منه الكونتنت. هبتدي احط بقى الفاريبلز اللي احنا عملناها دي جوه كل element من الديزاين اللي قدامنا ده. هاجي عند التكست هنا وهدوس على اد فاريبل دي، وابتدي اضيف بقى السترينجز بتاعتي. اول حاجه خالص اللي هي التايتل، هضيف التايتل.
تاني حاجة خالص اللي هي الdescription، ابتدي اضيف الdescription. تالت حاجة اللي هي الprice، اضيف الprice، والrating اضيف له الrating، والtext بتاع الزرار اضيفه برضو جوه الزرار. ولو جيت عملت select للاليمنت بتاعي هنا، الاقي عند اللاير ابتدت تظهر العلامه اللي عامله زي بتاعه الدارك مود كده. اجي عند اللانجوج لو خليته عربي وجيت دوست، هلاقي ان الكارد بتاعي اتحول للغه العربيه بمنتهى البساطه. واقدر طبعا ارجعه تاني من نفس الدروب داون واخليه للانجليش. وبكده نكون خلصنا كل حاجه عن الفاريبلز. انا طبعا في الفيديو اللي فات اتكلمت عن الديفلوبر تولز، واتكلمت عن الانسبكت بالذات، وازاي ان احنا نعرف نطلع الديتيلز والسبيسيفيكيشنز بتاعت اليو اي اللي موجود على الويب، بحيث ان احنا نعرف اي سبيسنج احنا محتاجينه، او نعرف اي سبيسيفيكيشنز بتاعت حاجه زي الماتيريال يو اي اللي احنا ان شاء الله هنعمل عليها الديزاين سيستم في الفيديو اللي جاي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو مش مشتركين في القناة وحابين تشوفوا فيديوهات اكتر عن اليو اي واليو اكس، ممكن تعملوا اشتراك في القناة. متشكر جدا ليكم، وان شاء الله تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم.